السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أنا وأبو المجد والكراش. عاملين إيه؟ والله وحشني منذ أمد بعيد، وأنا الآن في انتظار أول شخص هيظهر أو أول شخصاية هتظهر. عايزين النهاردة المرة دي أول واحد ولد محمد عصام. ازيك يا محمد عصام؟ عامل إيه؟ شانك شحوالك. بس خدت بالكم يا جماعة من البدلة دي مش بتاعتي، بتاعتي بس يعني مش يعني هي الوحيده يعني. الحمد لله اللهم لا اعتراض يعني. محمد احمد، اريج، عاطف، زياد، اسم الله عليك يا زياد، عمر حبيبي يا عمر، ساره، ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ محمد مصعب بيقول لي عاملين جو احنا برضه. يوسف ممدوح شاير الفيديو اللايف. والله يا يوسف انت برنس. لا ده اول تحيه ليوسف يا جماعه والله بجد. كل اللي هيشاير اللايف دلوقتي هعمل له تحيه خاصه. ندى، ربنا يخليك يا ندى، عامله ايه؟ انت فعلا فاكرك من المره اللي فاتت. حسن محمد سعيد حبيبي يا حسن. يوسف يوسف ممدوح انت نجم يا ابني والله. محمد سعد يا جماعه العمده، محمد سعد العمده، انا ومجد الكراش بتاع المره اللي فاتت. محمد منصور صح. اهلا تحية من الامارات محمد عصام حبيبي محمد عصام. سميه بدله مين اعترف؟ والله بدلتي يا جماعه اقسم. انا هي البيبيونه اللي مش بتاعتي ولا بتاعتي؟ والله بتاعتي. لا بتاعتي، انا شريتها صح، افتكرت ان انا مأجرها. نهال، ازيك يا نهال؟ عامله ايه؟ احمد شريف حبيبي احمد شريف. يا جماعه طمنوني بس، في حاجه، في مشاكل في اللايف، في الصوت بيقطع، الرقم بايظ، اي حاجه من هذا القبيل، ولا الدنيا لطيفه يعني؟ احمد الجندي، هاجر، هاجر احمد، ماشي هاجر ورينا. امنيه احمد، محمد احمد، ايوه عريس. هاجر، ما انا كاتب يا بنتي في البوست هتكلم عن ايه، بس هقول لك حالا يعني. يا محمد اي خدمه يا معلم. جلال، ازيك يا جلال؟ حبيبي يا جلال. محمد، قال لي انت كل ما تقول اسمي تقول محمد مسعد، انا اسمي محمد مسعود. طب والنبي انت مزخرف اسمك ليه يا محمد يا مسعود؟ طب انا هقراه ازاي يا حبيبي؟ زيكو، حياك الله. زيكو من الكويت، ازيك يا زيكو؟ عامل ايه؟ انا عارف زيكو، جالي مره حفله هنا القاهره. احمد فرغالي، احلى مسا عليك يا ليدو. ساره بتقول لي حلوه البيبيونه من ميمه. محمد عمل تشير. ميمه عاش. ميمه، هو انت ممثل كوميدي؟ جيت مع عمرو ليس قبل كده في برنامج اسمه بوضوح. بصوا يا جماعه، موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن لو البنت هي اللي هتروح تتقدم، هي اللي هتخطب، هي اللي هتاخد الخطوه. لان اصلا الموضوع ساعات بيوصل بين الولد والبنت ان هي بتحبه وهو بيحبها، بس ما حدش بيتكلم، والمنطق بيقول ان هو اللي يتكلم. فلما هو ما بيتكلمش، انا تخيلت والله الموضوع ان البنت ممكن توصل معاها، طب لما انا بحبه وهو بيحب، طب ابن الجزمه مش هينطق، طب وحياه امك لو فتروح هي فجاه تروح تقابل ابوه بتاعه فده موضوع حلقتنا النهارده. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما الالقاب بتاعه الحلقه بتاع النهارده. ايه على نسيت انا ولا نسيتش؟ استنى يا جماعه، ايه الالقاب يا جماعه اللي انا كتبتها عن يخرب بيت الزهايمر؟ ايوه، المعلم والست هانم. النهارده في لقبين هيتوزعوا، المعلم والست هانم. احنا كده بقى معانا كذا لقب بقى معانا. المره اللي فاتت تقى خدت الهانم، تقى خدت البرنسيسه، ومحمد منصور خد العمده. النهارده معانا لقبين تانيين اهم. عايزين نشوف مين اللي هياخدهم النهارده. حلو. وعايز اغلب الناس في الكومنتات تقول لي رايها، هل هي عندها استعداد فعلا تعمل كده؟ والولد، هل لو في بنت راحت قالت لك تتقدم انت هيبقى موقفك ايه؟ تعالوا ناخد اول تليفون ونقول الو. هلا والله. هلا والله، اهو الراجل صوته حلو يا جماعه. ايوه مين؟ كيف حالك استاذ وليد؟ الحمد لله. مين معايا؟ حياك، معك الشيخ سالم. معايا الشيخ سالم. طب كلمني من مصر يا شيخ سالم. ترى انا اتابعك والله. انا تبعك والله. اتابعك دايما وكل ما نحبك والله. طب معلش بس إيه يعني، اكتب الصوت التاني اللي عندك عشان اعرف اسمعك بس. كيف؟ قول لي بقى، قول لي اسمك ايه معلش؟ الشيخ سالم. الشيخ سامي. ايوه. قول لي يا صديقي، طيب عندك مانع ان البنت هي اللي تروح تتقدم ولا ما عندكش؟ يا اخي ترى دي مو عادة التقاليد، يعني ما ينفع. بالمصري على قولكم ما يصحش. طب لو انت داخل البيت ولقيت في واحده قاعده مع الحاج بتقول له يا حاج انا عايز ابنك ده في الحلال، وطالبه ايده وبتاع، يبقى ايه رد فعلك؟ في هذه الحالة والله نقول هاف فن يعني.
هاف فن. ما في مشكله ترى. طب الحمد يلا لله. دين والله شرفتني يا شيخ سالم بتليفونك، والله شرفتني والله. حبيبي حبيبي وليد على راسي يا غالي. حبيبي مع الف سلامه. بص ايوه بتقول لك والله بالله هتصل ولاد، بس الحمد لله انا ما اعرفش والله، انا ما اعرفش. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ وليد انا اسف. ياسر انا عارفك ياسر يعني ولا ايه؟ انا ياسر. اسمي ياسر. ازيك يا ياسر عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ في كلام ان البنات زهقت بقى، يعني زهقت من موضوع ان انت مش عايز تروح تتقدم، فهي هتروح تتقدم، انت ايه رايك؟ البنات تقدم لنا؟ انت فرحت كده ليه؟ لا انا مش مع الموضوع خالص. مش مع الموضوع خلاص عشان انت عايز تروح تقدم، ولا عشان انت مش هترضى برضه لما تجي لا لك؟ عشان هم مش هيعرفوا اساسا يلموا اللي احنا بنعمله ده كله يعني. احنا بنشتغل نتعب كتير عشان نروح نتقدم لهم في الاخر. ده بالنسبه للماديات يعني. بالنسبه لكل حاجه، ماديات واقناع الاهل وكل حاجه. طب تعالى نتخيل كده، لو هي راحت فعلا وفاجئتك وقاعده مع الحاج وبتكلمه وبتطلب ايدك، هيبقى ايه موقفك؟ هتستخبى عند الحمام وتبص من بعيد كده وتجري، ولا يبقى ايه موقفك؟ ولا عارف شنبي. ايه؟ ولا عارف شنبي. ايوه الله يعرفك يا اسطى. هو البديل عندك شنبك؟ طب ما تقول شعري عادي برضو يعني. طيب هيبقى ايه موقفك بجد والله؟ يعني ممكن ساعتها تقول انا موافق، ولا هتتكسف وكده؟ لا ممكن اوافق. شفت ممكن توافق، وافقت في الاخر اهو. جاتك قوي يا شيخ. طب ما انت لسه من شويه قايل مش هرضى. والله هو انا بقول هم مش هيعرفوا، بس لو عرفوا الموضوع ماشي خلاص. طيب ماشي. احكي بقى عن قصتي انا طيب. لا قصتك ايه يعني؟ هي وانا اسامه منير يا ابني، قصتك ايه يا حبيبي؟ يعني طب قول لي عندك حاجه في السريع كده، قول لي، مش عايز اكسفك برضه. لا ما فيش عادي، بس انا بحب واحده مخطوبه، الكراش بتاعتي مخطوبه. بتحب واحده مخطوبه يا خاين يا عميل؟ تخيل. طب ما انت كده غلطان يا اسطى، ما خلاص مات الكلام. طب اعمل ايه؟ لا اتكل على الله يا معلم، وشوف التانية اللي بتحبك وانت مش واخد بالك. اكيد يا ابني في واحده بتكراش عليك انت مش مركز. وانا مش لاقي حد بيكراش عليا. ما هو ما بيقولوش، ما الكارثه ما حدش بيقول. ما هم ما بيقولوش كده، قدامه ازاي بقى؟ ما هم ما بيقولوش. شفت بقى؟ شفت؟ المهم ان انت تسيب اللي الراجل قال لها يا عم في حالها، يا عم خلي ربنا يستر عليهم. ايش يا صديق، شرفتني اقسم بالله. مش عارف، بحس من كومنتاتكم ان انتوا من ولاد ابو المجد، مش عارف ليه. ضحكة المعلمين شرفت يا جماعه. والله بيحب واحده مخطوبه. طب هنعمل ايه طيب؟ استغفر الله العظيم يا رب. مدام ان بابليك، تعالى ناخد التليفون ده ونقول الو. اهو يا جماعه في بنات يا جماعه بقى، خضتونا. ازيك؟ الو. ايوه انا سامعك يا وليد. على الطلاق، سامعك. انت يا ابني انت بتصحيني من النوم يا بنتي، سامعك. انا هعمل ايه طبعا يا جماعه؟ الو. ايوه وليد ازيك؟ الله يسلمك. مين؟ عبد المنعم. مين؟ عبد المنعم. والله سمعتك بتقول عبد المنعم، قلت ايه عبد المنعم اللي صوته عامل كده ده؟ عامل ايه؟ تقى يا جماعه، انت خدتي لقب ايه المره اللي فاتت يا تقى؟ برنسيس البرنامج. تقى برنسيس انا والمجد كراش تسقيق. تحيه يا جماعه لتقى يا جماعه، عشان من الناس اللي بتتعب معانا والله. ازيك يا تقى، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. فرحت امبارح؟ فرحت امبارح؟ يا نهار اسود. انا بس لسه انا ما نسيتش المفاجاه على فكره، هقولها لكم بس اصبري. طيب. انا النهارده للاسف وانا مش عارفه اتفرج. انا قلت اتصل اسالك. والله ليه مش عارفه تتفرجي ليه؟ انا بره في عزومه. بره في عزومه؟ ايه، في خطوبه ولا حاجه؟ لا يا اخويا عيد ميلاد. يغدي. ماشي. طب يا تقى، عندك مشكله ان لو انت في واحد متاكده ان هو بيحبك وابن حلال وكل حاجه، تروحي تتقدمي له؟ انا اللي اروح اتقدم له؟ ان شاء الله. لا مش هينفع، لان البنت يعني بطبعها فيها سنة كسوف. حتى لما يعني لو بعيد عن الارتباط الرسمي، لما الاثنين بيحبوا بعض قوي والاثنين متفقين يقولوا لحد، استحاله البنت تروح تقول. انا عارف ان ده الصح، انا عارف، بس عارفه انت لما بيبقوا في اتنين. ده الصح. انا بتكلم ان البنت بطبيعتها بتتكسف، يعني غير الراجل. يعني الراجل دايما بيتصدق في كل حاجه لانه عنده جراء شويه عن البنت. طب لا اله الا الله، ما احنا عارفين ان البنت بتتكسف. احنا بنتكلم في ان هي وصلت لمرحله معاه ان هو ده شايفاه جوزها خلاص، انت فاهمه؟
فهم خدوا ثقه في بعض قوي وبتاع. بقى بقول لك ايه، انا هعمل له مفاجاه النهارده، واعمل له بروبوزل، واروح قدام شارعهم واقف له تحت البلكونه، واجيب له مثلا قد 2 كيلو تفاح ولا حاجه من الاصفر، لا يا وتعمل له اخويا انا ما بروبوزل. اعملش كده. ده عشان ما بتحبيش تفاح ولا عشان مش عايزه؟ لا مش عايز. طب يا طوقه ماشي ماشي. ماشي. خلص عيد الميلاد يا ماما وبرجع اسمعينا يا ماما. محمود ناجي جدا، محمود ناجي صديق العمر، زجاد يا ابني. يا طوقه فيها طوقه، انت لسه موجود على الخط يا طوقه، امشي بقى. يا ناجي عامل ايه؟ يلا وحشني. ناجي بيقول السلام عليكم، لو عايز اكلم حضرتك اعمل ايه؟ تعالى لي البيت يا اسطى. شاهي ما هو الصوت كان باظ يا شاهي. عفوا يا الساده. بصوا يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه. في اربع بنات يعني خدوا من وقتهم ومن عمرهم ومن حاجات كتير، وقعدوا يعملوا لي فيديو فيه صور كده ليا وبتاع. وواحده رسمت رسمه معينه، واحده كتبت شعر، وعملوا مزيكا. الاربعه دول هم هاجر مش هقول اسمها بالكامل عشان ما حدش يخش يعمل لها اد. هاجر وساره وتقى ونهال وسلوى. شفت انا حافظ اساميكم ازاي؟ هاجر وتقى ونهال وساره. ساره عبد السلام اللي تحسها ماسكه عليا حاجه. اوكي. وسلوى. حلو. بصوا يا جماعه، انا اقسم بالله فرحت جدا بالمجهود. اسيبكم، هي فكره اصلا انتوا تقعدوا وتفكروا احنا عايزين نعمل حاجه، والجو ده يعني بالنسبه لي حاجه خلتني عامل زي العيال الصغيره يعني. ففرحت جدا والله. بس فعشان كده هاجر وتقى وسلوى ونهال، انتوا الاربعه الحفله الجايه ليا، انتوا الاربعه هتدخلوا ببلاش. يا رب تكون ايه التيكت بتاعتها رخيصه، عشان خاطر ايه انتوا ما تستغلوش الموقف. حلو. مبروك مبروك مبروك. نرجع نكمل. شاهد بتقول احنا مش هنجيب تفاح، بس مش حكايه كسوف، احنا ما عندناش فلوس اصلا. حلو يا شاهد، عجبني الايقاع. ساره عبد السلام. يوسف ممدوح، والله منور يا يوسف، والله يا يوسف انت منور الدنيا يا يوسف. وليد انا جاي كيفكم اليوم؟ رينوم الحمد لله. رينوم يا رب اكون اصفر. محمود ناجي يا جد، والله منورنا النهارده يا جد. الو. الو. ايوه مين؟ انا نهال. ازيك يا نهال، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ هو انت نهال اللي شاركت في المفاجاه امبارح ولا نهال تانية؟ انا. ايه؟ انا. يا بنت اللذين، عامله ايه؟ سمعتي اصلا انا عملت ايه من شويه؟ بقى مش بس. علي صوتك عشان الصوت ضايع. بس ما كنتش بسمع اللايف. ايه عملت ايه؟ لا ما عملتش حاجه، بسمع اللايف تاني ما تخلصي. طيب انت سمعت احنا بنتكلم عن ايه؟ ايه رايك؟ عادي. هتروحي تتقدمي؟ عادي. طب يلا هو نزل ان انا في ثالثه اعدادي يعني، بس قشطه عادي. تالتة اعدادي وبتفكري تتقدمي من دلوقتي؟ يا لهوي يا لهوي، ده انت قدامك. طب تعالي نتخيل ان انا ابو اللي انت عايزه تقدمي له، ويلا اطلبي ايده دلوقتي. طيب قشطه، انت ابوه يعني؟ انا ابوه عادي هقول له يا اسطى. لا يا اسطى ايه بس، يا هتقولي لابوه يا اسطى؟ عادي. طيب انا ابوه اهو، كلميني كأن انا هو، يلا. طيب هقول له يا عمو ابنك داير على حل شعره بتاع بنات وماشي يصحح في خلق الله، لموا وجوزولي بما انهم مش راضي، انا قلتك انا، ولموا وجوزولي بس. طب والله برافو عليكي، يعني ايقاع برضو ودخله لطيفه، اللي هو مش يا عمي انا طالبه ايد ابنك السافل والحاجات دي، لا بس برضو لا، برافو. اوكي انا اقنعه. ماشي انا شرفتيني يا فندم. النهارده ده كده الكراش بتاعي عنس. ده حاجه كده يعني. الو. انا ازيك يا وليد؟ الله يسلمك، مين؟ انا هاجر. ازيك يا هاجر؟ انا الحمد لله، انا فرحانه جدا دلوقتي، انت مش متخيل. ربنا يخليك. طب يا رب دايما فرحانه. بس ستور، بس عشان اقول الحقيقه انا ما شاركتش، انا كنت عايزه اشارك بس الرسمه لسه ما خلصتش، وانا رسمه كده واحده بس طلعت وحشه، فانا لسه هخلصها وانزلها. هو ده اللي توقع كانت بتقول واحنا ما سمعناهوش، صح؟ ايوه. لا توقع كانت بتقول ان هي ان انا زعلانه يعني اني لسه ما خلصتش الرسمه وكده، بس هحضر انا كده، بس هحضر. خلاص، وهو كذلك، اتفقنا نستنى الرسمه برضو. ايوه طيب كده. عندك استعداد تروحي تتقدمي لحد بتحبيه يا هاجر ولا لا؟ هو انا ما بحبش حد
طب هتقولي لبابا ايه؟ اتقدم لك انت؟ مثلا يعني. ماشي. عمي انا جايه اطلب ايد ابن حضرتك طبعا، اللي هو محترم جدا جدا، يعني لو ما فيهاش اساءة ادب مني، مش عارفه اكيد هبقى مجهزه خطبه يعني وكده كلام بس ايه كتير لو ما فيهاش عشان اساءة ادب مني؟ وانت هتشتمي يا بنتي؟ وانت هتطلبيه في الحلال يعني. اه اوكي يا هاجر، ماشي ماشي. ماشي. وعلى فكره فرحانه جدا بجد، انا هستنى الحفله وهحضرها ببلاش، يا ماشي، انا موافق، ما عنديش مشكلة. وهجيب العيله كلها برضه ببلاش ايه ايه والله. يا ماما، ايه يا ماما، في ايه؟ مسكت ناس دخل بحماره بقى. ماشي يا هاجر، شرفتينا يا فندم والله. ماشي. يلا باي باي. الو. الو يا ابو المجد. ايوه، مين؟ مين؟ عساف. عساف. انا سامع كلمة عباس بس. عساف. عساف. عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عساف، عامل ايه؟ الحمد لله. انا دلوقتي متضايقه عشان سمعت ان في ناس بتاخد القاب كده، وانا عشان فوتت لك حلقه اجي الاقيك اديت ناس القاب والكلام ده. ما هو اكتر ما هو اكتر ناس بتشير يعني. مثلا في الحلقه دي في تسلمي لي يا سلينا ان انت فكرتيني في المعلم، لقب المعلم ولقب الست هانم. اكتر ناس هتشير وتكتب كومنتات وتحاول تتصل الحاجات دي هياخدوا الالقاب دي زي ما في ناس خدت المره اللي فاتت. اوكي جدا ماشي. قولي لي بقى يا غاليه، طبعا انت اللي هتروحي تقدمي لمحمد عساف، هتعملي ايه بقى؟ هتقابلي بابا تقولي له ايه بقى؟ عادي جدا، الولد ابننا والبنت بنتنا. ايه ده في وما حد؟ تقلقش مش هنزعلهولك. طب لا يا يعني ابني. تفتكر اكيد لا. اكيد لا الموضوع ايه؟ صعب يا ابني. الموضوع صعب يا ابني. الموضوع صعب يا ابو المجد. هو انت البنت اللي هتستلي تروح تتقدم هو انت والبنت هتستلفي تروح فلوس يا بنتي؟ ايه؟ هو انت رايحه تستلفي فلوس؟ ايه اللي صعبه؟ يعني ايه مش لطيفة خالص يعني. ماشي. هتروح بس ماشي، ناخدها باحتمال ان احنا هنروح عادي يعني. ايه بنكراش على ابنك بقالنا فترة وعايزين نقول بنتنا المشكلة. وزهقنا بقى يا حاج، زهقنا. يعني هنقعد نراقب في طنطا لحد امتى؟ اوكي يا فندم، شرفتينا والله. ربنا يرزقك بعساف يتجنن ويجي هو بنفسه يا رب. يا ربي يا ربي. امانة في رقبتك، لو شفته وما قلتوش عليا انت حر. ماشي حاضر. ماشي يا ابني. يلا شرفتينا، باي شكرا باي. عشان رديت بسرعة. العفو، اي مش دعوة خدمه. بقى. ماشي صدق. ماشي. سلام. ندى احمد، رحمه عادي. ازيك يا رحمه، عامله ايه يا رحمه؟ رحمه والله شفتك اهو. بصوا يا جماعه، عايز اقول لكم بس الناس الالقاب بتاعنا يعني. شهد دلوقتي شيرت، وعلي شهد، علي شيرت. ودلوقتي اكتر ناس بقت تظهر عندي دلوقتي يوسف ممدوح. يوسف دلوقتي بقى مرشح للقب المعلم. ورحمه عمر سوده. ازيك يا عمر؟ عمر بيقول لي مش رقم زيرو. ازيك يا عمر، عامل ايه؟ توتا حسام ويوسف ممدوح اهو، ورحمه اهي. بصوا يا جماعه دلوقتي بقت رحمه ويوسف اكتر اتنين مرشحين حضرتك. وايه سالم برضو. ايه سالم بتقول انا بكراش على ابنك يا حاج يا انكل وعايزاه في الحلال. شاهندة، يا شاهندة عامله ايه؟ ما الموضوع يا بنتي مكتوب في ال انت عرفتها، بتسلمي لي يا رب. يلا يا جماعه. طيب المنافسه دلوقتي بالنسبه للولاد، اكتر ولد شايفه قدامي يوسف ممدوح، واكتر بنات شايفها قدامي ضحكه المعلمين نوران طارق. ازيك يا نوران، عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه. اهل اسكندريه وبنات اسكندريه، تحيه كبيره كبيره كبيره. ورحمه عادل، بصراحه رحمه برضو من الناس اللي بتنافس. كارول، ازيك يا كارول؟ كارول دي يا جماعه اكتر بني ادم مستفزه في التاريخ للامانه يعني. كل ما يبقى عندي حفله وليد خليها السبت، اخليها السبت. معلش يا وليد خليها الحد، اخليها الحد. خليها الجمعه بقى عشان يعني بص يعني. الو. الو. ايوان. هو انا ليلى. انا بقى وليد. هو انا مش قادره لكم الناس تعبت قد ايه عقبال ما اتصل اصلا. معلش يا ليلى والله، هو ده غصب عني وعن المجتمع والناس. معلش. انت عامله ايه؟ كويس الحمد لله. انا معجبه بشخصيتك. ايه ده؟ تسلمي لي يا ليلى، ربنا يخليكي. انا اول مره اتصل اصلا، بس انا يعني دخلت كده وقلت اجرب يعني، مع اني ما اعرفكش.
انا بعمل ستاند اب كوميدي، ويعني بمثل وليا في الكتابه نوعا ما يعني. فلو انت مش عارفاني تخشي يوتيوب مثلا تتفرجي على حاجه ورب يعجبك يعني. اه تمام، اكيد يعني هتابعك على طول. تسلمي لي. طيب انت صغيره يا ليلى صح؟ انت صغيره صح؟ انت في ال17 والحاجات دي اه عرفت منين؟ صح؟ اه طيب الحمد لله. ما انا لا برضو راجل خبره نوعا ما يعني. طيب انا يعني بس قريب. طيب لو انت في واحد بتحبيه جدا وبتاع، وانت متاكده ان هو بيحبك بس هو ما خدش خطوه، ممكن تروحي تتقدمي له؟ لا طبعا. صعب. لا صعب جدا يعني، هو اللي اقول له لا هتكسب طبعا. طب لو انا ممكن اراقب في صمت بس مش اكتر. يخرب بيت المراقبه في صمت. طب لو انت هتروحي تقابلي باباه وتقولي له مثلا، ممكن تقولي له ايه؟ اقول له ايه؟ اه يعني مش فاهمه ايه كده مين؟ لو انت رايحه تتقدمي له ورايحه تقابلي باباه وتطلبي اه ايده، هتقولي ايه؟ عشان كده افكر. اه لا مش هتقدم، انا هروح بس اهزق ابنه بس مش اكتر. اوكي يا فندم، شرفتينا بالاتصال. اه وانا اسعد. يلا باي باي. انتوا خدتوا بالكم بقول لها شرفتينا بالاتصال، بتقول لي انا اسعد. ده زي ما تقول لواحد ايه السلام عليكم يقول لك وانت من اهله حاجه كده يعني. شاهي بتقول اتقدمي له واخلصي يا بنت. يا جماعه يوسف ممدوح مكسر الدنيا يا جماعه، والله يوسف ممدوح ده يعني برنس، غالبا هو اللي هياخد المعلم. آية سالم بتنافس وابو قوه، وندى بتنافس وابو قوه. سيلينا بتقول انا لا بتخيل لو بنت حبت تتقدم للولد هتقول له والله يا عمي انا جاي اخطب ابنك البكر الرشيد، والولد وشه يحمر ويبص في الارض ويجري على الاوضه من الكسفه. هتبقى حاجه وحشه قوي والله يا جماعه دي. الو. الو. ايوان. الو. ايوه الو والله. الو والله. انا مين معايا؟ ازيك يا وليد؟ شاهين ده. ايه يا شاهين ده؟ الحمد لله على السلامه. لسه كاتبه لك كومنت دلوقتي. ايوه ما انا لسه قاريه يا فندم. عامله ايه؟ الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ خليني بس احيي قلود الاهلاوي عشان هو لسه مشير. قولي لي إيه، انت شفتي النهارده الموضوع اللي بنتكلم فيه؟ اه شفته عجبني. طيب إيه، انت ممكن تتقدمي لحد لو زهقتي من ان هو مش عايز ياخد خطوه؟ اوف ده على طول. يا نهار اسود. طب قولي لي، هتقولي لبابا ايه؟ اقول له بابا ابنك طب خلاني استني، لا استني انا بابا اهو. يلا قولي لي انا. ماشي. يلا. يا ايوه يا بنتي اتفضلي. معايا علشان اطلب ايد حضرتك عشان هو خلاني جدا. يا بنتي بس ده ما يصحش برضه، المفروض ابني اللي يجي يطلب ايدك يعني. لا يا حاج فكك. لا يا حاج فكك. فكك بقى مش هيبقى انت وابنك. طب ما يا بنتي، طيب انت عارفه احنا لينا شروط. اتفضل تحت امرك في اي تحت حاجه. اي امرك، تحت اي امرك. من فرحه بقى يا وليد. طيب احنا يا بنتي لينا شروط. اول حاجه احنا عايزين شقه تمليك. تمام موجوده. يا نهار اسود، ده انت واقعه خالص. طيب صدقت بقى. طب يا بنتي عايزين نعمل الفرح بتاعتنا الفرح بتاع ابني في المريديان. لا بص، انا امي تملي بتقول لي تعشي خفيف ونعمل خفيف كده بالظبط، وانا هاخد اي حاجه. ايه يا بنتي في تعشي خفيف؟ وانا بقول لك احنا هنتعشى الفرح نفسه اتعمل في المريديان. لا احنا ما عندناش افراح. ما عندناش افراح. عالضيق كده وننزل في بعض دبلتين ونعدي الليل. ابنك داير اصلا، ما كانش في حد هيتقدم له بجنيه. طب صلي على النبي يا شهند، صلي على النبي. خلاص. هتروحي تفركشي الجوازه يا ماما. انا مبقوعه والله يا وليد، انا لسه دلوقتي مزحلقه عريس. مزحلقه عريس؟ لسه دلوقتي مزحلقه عريس زي السما ده. طب ليه؟ انا دلوقتي عادي بقى عادي. ما يعني حاجه ماديه ولا لا هو شخصيا ما عجبكيش؟ لا هو شخصيا ما عجبنيش، وبعدين انا رافضه جواز الصالونات. طب انت عارفه الحاجه اللي تحرق الدم قوي لما واحد يروح يتقدم لواحده، ان هي ما بتقولش لا اكتر ما بيقولوا طب هنشوفه يعني ربنا يسهل وربنا يقدم اللي فيه الخير. لا وحياة ربنا
انا اتكلمت معاه على اساس ان هو لا، هو نازل وعارف ان هو لا، هو ما غرمش غير علبه الشوكولاته اللي جابها يعني. وانتوا خدها معاه ولا كلتوها؟ لا والله انا فاتحاها باكلها. روح يا شيخه منك لله، يعني الراجل صرف وغرم وما اتجوزش. والله هو نازل ومحترمني جدا ان انا صارحته. اوكي يا شاهندة، ماشي، شرفتينا يا شاهندة. ماشي يا وليد. يلا باي باي. يلا باي باي. ضحكة المعلمين بتقول بصراحة يا عمي أنا معجبة بابنك وبراقبه بقالي كتير وهو شدني ومؤدب جدا يا عمي وهو لطخ بصراحة وأنا مستعجلة قوي. الأب بقى يقول لها لا، ما أنا لازم آخد رأي ابني الأول بردك، يعني الموضوع مش إجبار. أحمد الحداد بيقول حد لها عرسان يا بنتي. مادي. ضحكة المعلمين. ندى بتقول من كتر العرسان يا أختي. أميرة بتقول ماله الصالونات، ماله الصالونات هم لاقيين. تعالوا ناخد التليفون ده يا جماعة ونرجع نكمل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام بقى ولد يا جدعان بقى، عليكم السلام. ازيك يا عم وليد؟ الحمد لله حبيبي. مين؟ محمد منصور معاك يا باشا. والله العظيم عرفتك يا محمد يا منصور من صوتك. انت تقول لي العمده بعد كده، انت لقبك العمده في البرنامج، قول لي العمده على طول. يا باشا ربنا يخليك، يعني انت خلاص كده، يعني العمده ده مش هيبقى فيه عمده، ده خلاص العمده. لا ده العمده ده خلاص بقى بتاعك يا ابني. خلاص كده يعني. يا عمده. بص يا عمده، باختصار شديد بقى، انت لو في بنت، انت عارف اصلا الولد والبنت لما ربنا بيهديهم ساعات كده وبيحصل توافق ومش عارف ايه، محدش بيرضى يتكلم ولا يروح يقول ولا يروح، فممكن هي تروح تتقدم. تمام. طب بص انا هلخص لك الموضوع في اقل من دقيقه. ماشي. طيب هو مبدئيا كده بس خلينا متفقين ان احنا لو رجعنا من البدايه، لما نقول لما قصه سيدنا موسى لما هو هرب من اهله وقال واتسب واتهان وخرج من بيته وجري وكل الدنيا كلها كانت ضده، وقعد على الارض وقال رب اني مسني الضر ارحم الراحمين. ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه رزقه بثلاث حاجات. اول حاجه رزقه بالشغلانه. ثاني حاجه لما راح لسيدنا وقال له اني استنكحك احدى ابنتي، يعني قال له ايه؟ قال له انكحك احدى ابنتي. ده هو اللي قال له انا عايز اجوزك بنت من البنتين دول، يعني هو اللي خيره. هو اللي خيره وقال له اختار اي بنت من دول استنكحها اتجوزها. يعني ينفع ان انا لو انا شايف لبنتي او شايف لاختي او شايف لقريبتي شخص معين كويس وصالح وانسان خلوق ان انا اروح له اقول له خلي بالك انا عايزك للانسانه دي؟ مفيش اي مشكله، مش حرام، مش غلط، تمام. بس اهم حاجه يكون انسان كويس وانا واثق فيه، وانا واثق في خط تحتها مليار خط، وانا شخص انا عارفه. طب البنت عارفه شخص مثلا معين معاه في الجامعه او في الشغل، عارفه كويس قوي، يعني عارفه كل حاجه عنه، ينفع تروح له؟ لا. بص احنا ممكن نجيبها بطريقه مش دايركت قوي. خلي حد يروح اهله اختها سلام واحده بتثق فيها قوي، لكن هي تروح دي تقول له يلا بينا والكلام ده، يعني هي مش هتبقى لطيفه قوي. يعني احلى حاجه في البنت كده ان هي تكون يعني هي كانت بس مش دايركت، بس مش منها. تاني حاجه خلينا نتكلم فيه. ربنا سبحانه وتعالى لما جه قال لك ايه؟ قال لك الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. هل معنى الايه دي ان كل طيب هيتجوز طيبه او كل خبيثه هتتجوز خبيث؟ طب ما احنا ممكن نشوف واحد كويس يتجوز واحده مش كويسه، بالعكس. معنى كده ان في حاجه احنا مش فاهمينها. معنى الايه انها ايه كونيه بتقول لك قاعده معينه، اتجوز كل طيب لطيبه وجوز كل خبيث لخبيثه، حتى تفكرهم كل حاجه. يعني لو شفت شخص كويس وشخص كويسه وفقهم لبعض، ولو شفت شخص لئيم ودي لئيمه، علشان ده ما ينكر هيلاقي مكر قدامه، وده ما هنلاقي طيب هيلاقي طيب قدامه. شفت القاعده لما اختلت اللي حصل؟ يبقى في نسبه طلاق وبقى في مشاكل يعني انا لما الاقي حد كويس وحد كويس واحده كويسه اتجوزهم واقعد اوفقهم، وهي حتى لو هي معجبه بشخصيته وهو مش واخد باله، بس انا ممكن اوضح له لان هو شخص كويس، لان هو ما بيبصش بره او عادي مفيش مشكله. اخر حاجه عايز اقولها في النقطه دي هي ميسر والنبي الزواج. يعني انا شايف ان في حد انا جايز بنتي حد واحد بيحب بنتي والنبي، بس لو لقيناه كويس
او ان هو بيسعى او ان هو بيجري او ان هو عايزها وان هو بيحارب، بس مستوى لسه يعني شويه ممكن نستنى عليه شويه سنه سنتين او بيحبها. ممكن بس بالله عليك نيسر بس الموضوع ده، مش لازم يكون عنده لان الضرر في ان انت مش هتجوزه بيها هيكون اكتر من ان هي تتجوز شخص تاني هي ما بتحبوش ومعاه ملايين الدنيا كلها. الله يفتح عليك يا عمده، الله يفتح عليك يا صديقي. طب ما ده باختصار يعني يا جماعه، يعني اللي هو اللي هو الحديث فيما معناه يعني من ترضون دينه فزوجوه، اللي هو يعني مش لازم شقه تمليك يعني، فاهم؟ والله مش شقه تمليك وطقم الجيلي وبيبهدلونا والله يا عم وليد. اسمع كلامي، الطقم الجيلي بكام يا عمده؟ الطقم الجيلي بكام؟ مش عارف والله، انا ما باكلوش بصراحه، بس يعني ما اكدب الله شرفتنا يا عمده والله يا صديقي، شرفتنا دايما يا رب. ربنا يخليك حبيبي تسلم لي. معلش طولت عليك. لا ولا يهمك يا حبيبي، مع الف سلامه. ربنا يخليك كده في رعايه الله. مع السلامه. يا احمد يا حداد، عامل ايه يا احمد يا حداد حبيبي؟ ربنا يهديك يا بابا، ربنا يهديك يا احمد يا حداد. يا ندى يا ماما، يا ندى يا حبيبتي، ربنا يهديك يا ماما. شاهي يا جماعه، الظاهر شاهي بدات تنافس يا جماعه كده، بقى في شاهي وبقى في انا لسه شايف من شويه نهله بتقول انت ما قريتش ولا كومنت ليه؟ معلش يا نهله، انا اسف والله. هاجر احمد الناس بتسال على درباله انت فين يا درباله؟ والله ليك وحشه يا درباله. ايه ده وات مينيت بليز. الو والله العظيم كنت لسه بجيب في سيرتك يا درباله. عامل ايه يا استاذ وليد؟ اخبارك ايه؟ والله العظيم الناس بتسال عليك في الكومنتات، عامل ايه؟ وحياة ربنا يا استاذ وليد الناس بتوعك يعني انا وحش، يعني هم وحشني ولامم هنا الاهل والاصدقاء في دوار العمده وقاعدين فاتحين الكمبيوتر بتاع العمده يعني الكبير. يا سلام. على اللايف وقاعدين بقى وجايب قرايبي ونسايبي وكل الناس يعني. ده على قلبي زي العسل يا درباله والله. اهو بيحيوك، احمد جمال بيحييك وعبودي بيحييك وشاهنده بتحييك ونوران بتحبك. يا نهار اسود يا درباله، في ايه؟ الله يخليك يا استاذ وليد، وهاني يعني والله العظيم حاجه لكل الناس بتوعك، يعني الف مرحبا. طيب انا النهارده اعمل لك مفاجاه يا درباله، بتكلم في ان البنت هي ممكن تروح تخطب، ايه رايك؟ والله انا بالنسبه للموضوع ده يعني حابب اقول حاجه. يعني كتبت حاجه كده من اول اللايف ما بدا. ايه الموهبه ده يا درباله؟ في ايه؟ المره اللي فاتت قلت لنا شعر والنهارده قلت لنا شعر، في ايه؟ الله يخليك يا استاذ وليد، انت عارف انا بحبك. خد بالك اللي بيكتب شعر ده يا درباله بيبقى بيحب، والمشاعر هي اللي حركته. ما ايه، اصل انا عندي شويه مشاعر كده كانوا بايتين عند امي فقلت لها هتنفع. ماشي يا درباله، هتقول لنا مشاعر بايته، الله يبارك لك. طب قول يا درباله، قول. وبقول كلبوا الآية وخلوا سارة وهاية هم اللي هيجيبوا النيش والكوباية. يا سلام. يا الدنيا لما تجيب شلباية تقعد وتتأمر. طب ومحمد يا ترى اللي هيغسل الكوباية؟ يا ألف مرحبا. هو انت بتقول شعر ولا بتطرح اسئله يا درباله؟ والله يا استاذ وليد، يعني انت عارف يعني الشعر ده وليد الموقف. واخد بالك؟ انا واخد بالي. فتحس يعني ان واخد بالك انت ولا ايه؟ طب يا استاذ درباله انا عايز اسالك على حاجه، يعني لو احنا الموضوع بتاعنا اتنفذ وبعدين جات لك واحده تخطبك وتطلب ايدك، هيبقى ايه موقفك؟ دلوقتي بغض النظر يعني عن العيب والغلط والكلام ده، هو انا ماليش دعوه، بس انا بقى هقعد ساعتها واتشرف 4 في النهار يكونوا مطلعين على الدرع. فدني دي اللي هي فدادين يعني. فدادين ايوه، قال ده وجاموستين يكون فيهم واحده انتايه حلابه. ماشي. ومش اقل من 25 انارب، 25 جزء انارب. انارب ايه؟ الله يكحمك يا دربال. ارانب ايه اللي عايزها تجيبها لك؟ انارب يكونوا ولدين وضجم مذهب زي اللي عند الساده محفوظ
جاي دور العمده يعني بيحط فيه بيصب فيه الشربات والحاجات دي، والتلفزيون ناشونال ديناميكي من نظيف. يا نهار ازرق يا درباله، ما انت عملت زي الستات اهي وهي بتطلب وتتشرط يا درباله، امال بتتريق عليهم ليه؟ شويه بقى طلع الثقه اللي جوايا يا استاذ وليد. انت معبي. لا ماشي يا درباله. بقول لك يا استاذ وليد، اه الناس يعني لو جات لك واحده يعني جايت لك بقى انا هطلب ايدك وبتاع، هتقول لها شرط الجاي ما يتكتب فيها 25 افيه؟ لا يا افرض كتبنا ال 25 افيه وما بتطلعوش بيضحكوا يا درباله، اطلقها. مش مشكله، القبول ده بتاع ربنا. لا يا درباله، لا يا درباله، احنا ناس بتتساهل. المهم الحب يا درباله، الحب لو حصل خلاص كل حاجه تهون. اسمع اقول لك، لا حب ولا بتاع، على حب الجاموسه عندنا في الدوار اكرم لي من النار واحد لبس مجشم، تقول لي مش عارف حد عايزه تجويز زي بتاع صفير ابن عمي ومش عارف بقى. استاذ وليد الكلام ده بقى كله احنا بقينا بثمن المسخ على راي استاذ طب يا استاذ درباله والله العظيم انت شرفتنا، قفل لنا ببيت شعر حلو كده بقى. والنبي الوقت بص ابن عمي يعني كان قاعد جنب النوبه اللي فاتت، وده اللي نفسي اكلمه وانا ما رضيتش عشان خاطر وقت البرنامج، بس هو يعني من القاهره وبيسترجع كده ويعجبك يا استاذ وليد. بس واسطه دي واسطه، انا ما بحبش الواسطه. معلش يا استاذ وليد، يعني اعتبرنا مداخله واحده. ماشي هاتوا يخرب بيت ضحكتك. الو. ايوه مين؟ الو انا ايمن. انت ايمن؟ اتكلم انا استاذ وليد، انا بخرب بيتك يا استاذ وليد. احلف يا ايمن. انا مش مصدق والله ولا انا. عامل ايه يا استاذ وليد؟ والله بنحبك في القاهره وليك جمهور في القاهره اكتر من الصعيد. والله العظيم ربنا يخليك يا ايمن حبيبي، تسلم. بتتبرى من اصلك يا ابن الكلب يا وطي. بس قول لي درباله صوته مسموع، ها قول لي درباله انه مسموع على الهواء. والنبي. ايوه يا استاذ وليد. ايه يا ايمن، سمعت احنا بنتكلم فيها ايمن ولا لا؟ سمعت ان انت بتقول ان انت ايه اللي هيحصل لو الست هي اللي خطبت الراجل مش العكس. الله يفتح على درباله. قول يا ايمن، ايه اللي هيحصل؟ والله يا استاذ وليد هيبقوا بقى ايه عايشين لنا في الدور، يعني مثلا هتلاقي مثلا واحده كل خميس ولا شوف بيتقابلوا امتى، تجي لي كل خميس تجيب لي هديه في ايديها وتخش تاكل مكرونه بالبشاميل وبانيه وتحلونا السلوان او جايبه هديه وجايه يعني ايه عشان ما تبقاش كاسرين عينها بالاكل والحوارات زي كده. طب ما احنا بنعمل كده. طب ما هم لما يجوا يخطبوا هيعملوا كده يا ايمن. ايوه ماشي هيعملوا كده. ايوه طب انت زعلان ليه؟ طب ما حاجه حلوه. لا مش حاجه حلوه ازاي يا استاذ؟ طب انت هترد تقول ايه لو واحده راحت قعدت مع الحاج كده وقالت له انا عايز اطلب ايد ايمن ابنك، وانت دخلت في ايدك الشربات كده، هتعمل ايه؟ ده موقف محرج يا استاذ وليد، يعني احنا نحضر الاكل ونروح نلبس ونتسوى ونخش في الشربات. اشمعنى هي بتلبس وتتزوق لك يا ايمن؟ يا نهار ازرق، هي واحده يا استاذ وليد. ماشي يا ايمن، شرفتنا والله يا ايمن. سلام. هو درباله يقرب لك ايه؟ يقرب ليه؟ يبقى ابن عمتي. ابن عمتك؟ وانت ليه يا ايمن؟ ازاي ايمن ودرباله في نفس المصطلح؟ يعني اللي سمى درباله سمى ايمن ازاي؟ هو بقى عشان ابوه، ما انت كده هتخلينا نغلط يا استاذ وليد. ما تغلط. وقت البرنامج هو عارف. خلاص سلام يا استاذ وليد. يا استاذ وليد يا استاذ وليد يا اللي مخلي الجمعه ده عيد. ماشي يا استاذ درباله. سلام يا استاذ درباله. انت يا استاذ ايمن شرفتنا في البرنامج. مع الف سلامه. الف سلامه. الله يخرب بيوتكم. يا جماعه انا تعبت من درباله وعيلته، العيله المستفزه دي. ومعانا احمد الحداد، ومعانا شاهندة، ومعانا رحمه عادل. حاضر يا رحمه. ومعانا يوسف عباس هاجر احمد اهو. يا هاجر قريتها والله. ادهم ايه الحلوه دي. ساره اتوسط لي عند درباله يا وليد. ليلى كان في بنت بتتكلم والبنت بتقول انت ليه احب اقول لها ليلى بتتكتب كده ليلى انت ليلى. سوري احب اقول لها تجمع وكده. ماشي يا ليلى، معلش ما كنتش تعرف. ضحكة المعلمين اهو. ادهم وندى وشهد. استنى يا شهد هقول لك بعد التليفون ده. الو
الو. الو. ايوه. وليد ابو المجد. وليد ابو المجد مين؟ انا عمر. عمر، ازيك يا عمر؟ الحمد لله تمام. ايه يا عمر، انت حزين ليه يا عمر كده؟ ايه؟ انت حزين ليه كده؟ انت عمر مين؟ انت عمر سقدد؟ ايوه. يا نهار اسود يا جماعه، ضرب نار كتير لعمر سقدد يا جماعه، الصدوق نجم الكوميديا. الله يكرمك. عامل ايه يا حبيبي؟ يا ده اطفي اللايف بقى، وطي صوت اللايف. الو. ايوه كده يا اسطى، عامل ايه؟ هو انت يا ابني كنت بتكلمني؟ ايوه والله يخرب بيتك. ازاي؟ ما صوت كان ظاهر هنا قبل. هو كام؟ معلش تكنولوجيا. بقول لك يا عمر، لو في واحده جت اتقدمت لك يا عمر، هتخش بالشربات وتقدم ولا هتعمل ايه يا عمر؟ فهمني؟ انت حاول تصدق يا عمر ان ممكن واحده تيجي تقدم لك. يعني هي بنفسها ما ينفعش يا وليد. انت عايزه تيجي هي واهلها يعني؟ لا يعني أكيد ممكن ابوها يتكلم ولا حاجه. ماشي. هيجي يكلمه يقول لي ابني انا عايزك لبنتي بتاع، ماشي، لكن هي تيجي تتكلم. طب انت هيبقى ايه شروطك يا عمر؟ هترد عليه تقول له ايه؟ لمين؟ لابوه. لابوه هو جاي يتقدم يطلبك لبنتها. يطلبك. بالظبط كده، انا قلت صح. والله اقول له انا افكر يعني شويه، يديني فرصه بس افكر يعني وادرس الامر وكده. انت بتقلدهم. مع لازم طبعا. صح. كده. والله فرصتنا ننزل لهم يا عمر في الوقت ده. امال ايه؟ صح ولا ايه؟ انت عارف انا لو في واحده جت اتقدمت لي، يا نهار اسود يا نهار اسود. هتعمل ايه؟ هتفكر برضه ولا هتعمل ايه؟ لا، هقول يا نهار اسود بس كده. اسكت. طب بس هيبقى في مشكله هنا. قول لي. دلوقتي مثلا ايه يعني الواحد المفروض مثلا ليه 4 صح؟ افرض بقى 4 عايزين يتقدموا له، هتبقى مشكله. يا تصدق صح، دي فكره حلوه يعني. المشكله هنا هتلاقيهم يتخانقوا مع بعض بقى وتبقى زي طبعا. بس اكيد الاربعه مش هيجوا في يوم واحد يا عمر يعني. صدفه، حظ انا وحش، انا عارف ان ال4 يجوا مع بعض، انا عايز حظ. انت حظك هيجي لك 4 يا راجل، ده انت لو جالك واحده تحمد ربنا. ليه يا عم في ايه؟ حبيبي يا عمر، حبيبي يابا، شرفتني والله العظيم. حبيبي يا وليد والله العظيم. يلا خلاص هسيبك انا بقى ان شاء الله كده، عشان في بس واحده تحت البيت. هسيبك انا اكمل البرنامج بتاعك الجميل ده. حبيبي يا اسطى، شرفتني، مع السلامه. ماشي يا وليد، مع السلامه. سلام. يا جماعه، ديانا محمد، انا عايز اعرف الرياكشن بتاعك لو واحده جت اتقدمت لك. برضو كلكم عايزين تعرفوا. طب ماشي، انا هقول لكم. نوران طارق، عشان كده مش هتدخلوا مش هتاخدوا فرصتكم دي يا شيخ، صلي على النبي، ده احنا هننزل لكم ساعتها والله. انا بتخيل لو واحده جت اتقدمت لي وبتقول، وقاعده مثلا ابويا قاعده مع ابويا مثلا وانا قاعد على جنب كده، فهي عماله تقول ابنك، وبعدين تبص لي كده بصات من تحت لتحت، وبعدين انا ابص لها واضحك، وبعدين تيجي تقعد جنبي، انت فاهمه، فتمسك ايدي، انت فاهمه، فانا ساعتها هبوسها على طول يعني. بصراحه يعني انا هصدق يعني، مش عارف والله، مش عارف. طبعا يا جماعه، احنا خلاص اوشكنا خلاص على نهايه الحلقه. عايز الناس تظهر كده يعني، ضحكه المعلمين وسيلينا وممدوح وسيلينا، ومين تاني بنات بينافسوا، وشاهين ده برضو ممكن تكون بتنافس. احنا اخر التليفونات هناخدها دي يعني، ممكن التليفون ده والتليفون اللي بعده كمان. الو. ايوان. معاك. مين؟ رغدة. ازيك يا رغده، عامله ايه يا رغده؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. انت رغده بتاع المره اللي فاتت صح؟ عامل ايه يا وحش، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. رغده، سمعنا ان انت رحت تتقدمي لواحد امبارح، ده حقيقي؟ ايه ده، انت عرفت منين؟ قولي لي، قلتي لبابا ايه طيب؟ قلت له يعني يسعدني يا عمي ان اطلب ايد ابنك ابن الحسب والنسب والاصول، ابن الجزمه. اللي مغلبني معاه. طيب، وهو الولد ساعتها تفتكر ممكن يكون فين؟ اللوكيشن بتاعه فين يعني؟ هو كان بيعمل لي الشربات. يا لهوي يا لهوي. وجاي بقى بيجيبوا لي كده، وقال لي ومامته بقى وهي في المطبخ بتقول له حاسه بالقهوه تتدلق عليها. ولو صدقت بقى الصينيه كده، لا انت كده مش هتتجوز، هتعلم. طب معلش يعني، هو انت هتسترجلي واحد داخل عليكي بالشربات كده وبيحط قدامك؟ لا طبعا. اوكي يا رغده، ماشي.
انت مفيش ارتباط صح يا رغده؟ صح، احنا بنطمن الشباب بس الشباب بتسال، الشباب بتسال في الكومنتات. بتسأل ايه؟ بتقول ايه؟ بيقولوا يا رغده مرتبطه. مرتبطة؟ الحمد لله لا. الحمد لله. الحمد لله. لا بطلوا كدب بقى، بطلوا كدب بقى. والله لا. ايوه ما انا عارف والله لا، بس انت قلت الحمد لله في الاول يعني. لا هو فعلا الحمد لله برضه. ماشي يا رغده، ان شاء الله باذن الله ربنا يوعدك بواحد كده تحبيه ويحبك، وبعدين ما يرضاش يجي فانت تروحي تتقدمي له. بعد الشر. ده اوكي يا رغده شرفتينا. هنبتدي نحصر الاسماء دلوقتي. حلو، احنا عندنا بالنسبه للبنات اغلب بنات شايف الكومنتات بتاعتها قدامي دلوقتي. احنا عندنا في البنات انا مش شايف معايا ندى، في ندى دلوقتي، في وآية سالم وادهم. لا ادهم بينافس صح، ادهم انت بتنافس ادهم فعلا. وساره، ساره برضو بتنافس. شاهندة بتنافس. ضحكة المعلمين، كروت العشاء ايه كروت استغفر الله العظيم يخرب بيتك. وساره بتنافس ومين؟ ناخد اخر تليفون طيب، بس انتوا شيروا بقى في الوقت واكتبوا كومنتات كتير عشان اعرف احسم الموضوع. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وليد باشا. حبيبي مين؟ حياك الله، معاك زيكو من الكويت. مين؟ ما سمعتش الاسم. زيكو من الكويت. زيكو، ازيك يا زيكو؟ ازيك يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة يا غالي، ايه الاخبار؟ وحشني والله بقالي ساعة عمال اتصل 50 مرة مش عايز اجمع. معلش والله حقك عليا يا زيكو. انت ايه، انت في الكويت ولا هنا في مصر؟ انا في الكويت يا عم، ده رقم دولة، انا في الكويت اهو. طب يا عم لا ما انا ظهر لي. بتقول ايه؟ مش ناوي تيجي رئيس حفلة؟ لا والله لسه شوية. ماشي يا باشا، انا جاي لك الحاجة. حبيبي يا زيكو. كنت داخل عليك بس بس عليك على الله. حبيبي تسلم لي. أي حاجة؟ انا فاكر الحفلة اللي انت حضرتها هنا في القاهرة الأخيرة. انا فاكر. وانا فاكر تصورني كام صورة؟ انت اتصورت بتاع قلبه مزيكو لما زهقتني في عيشتي بس قشطة. ألبوم كامل والله. حبيبي يا زيكو والله اتبسطت والله ان انت جيت واتبسطت. حبيبي يا باشا. ماشي يا حبيبي، مع الف سلامة يا حبيبي، مع السلامة. مش عايز اي حاجة. تسلم لي، ربنا يعزك، مع السلامة. زيكو ده من ناس محترمة جدا يا جماعة بالمناسبة يعني. طب سيلينا بتنافس ونهال بتنافس وسارة بتنافس. ماشي، سيلينا شاهندة، ادهم. طب بصوا يا جماعه بالنسبه للولاد انا عايز اقترح حاجه معلش بالله عليكم يعني، وانتوا شوفوا وافقوني ولا لا. انا بصراحه عايز ادي لقب العمده اسمه ايه ده، سوري المعلم، لقب المعلم سوري. عايز ادي لقب المعلم لدربالة لو انتم موافقين. يلا قولوا لي رايكم. ده بالنسبه للولد يعني. دربالة من الناس المجتهده جدا، وبصراحه ربنا بقى من الحاجات اللي بتميز البرنامج يعني. بالنسبه للبنات اهو، في ساره وسيلينا بينافسوا قوي يعني. يا جماعه اللايف كده هيخلص، ناقص لنا دقيقتين بالظبط. طيب بالنسبه للبنت سيلينا ساره شاهندة ساره نوران. طب بالنسبه لدربالة الناس بتقول انا موافق، دربالة يستاهل اللقب. طب يا جماعه دربالة هو دربالة هو معلم انا وبالمجد الكراش هو دربالة ضن خلاص. وبالنسبه للبنت بصراحه ربنا البنتين اتحصروا ما بين ساره وما بين اسمها ايه سيلينا. مش عارف بقى يعني انتوا ايه رايكم يا جماعه؟ انتوا باصين على كومنتات ونهال، بس انت نهال يعني مش عارف يعني. سيلينا دي انا شفت منها شير وشفت كومنتات وشفت مش عارف ايه، وشاهين ده برضو والله الله يخرب بيكم انتوا بتحرجونا كده. طب اعمل ايه؟ طب بصوا يا جماعه انا هغمض عينيا وافتح اول كومنت هشوفه وهي هتبقى الهانم بتاعه النهارده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وعد 3 وايه، وعد 3 وافتح عليه. 1 2 3. سيلينا هي الهانم. معلش يا ساره، معلش يا نهال، معلش يا شاهين، والله العظيم معلش. سيلينا هي الهانم بتاعت انا والمجد والكراش. ناخد اخر تليفون بقى عشان خاطر ما ازعلش الراجل اللي اتصل. الو.
ايوه. ايوه. مين؟ مين؟ تركي. لا ما سمعتش الاسم، قولي تاني. تركي. انت يوسف يا ابن اللعيبه، ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه يا يوسف، انت يوسف كام سنه؟ عرف الناس بس. واقول لهم ايه يعني؟ عرفهم انت كام سنه، هو ايه اللي تقول لهم ايه؟ انا 12 سنه الحمد لله. الحمد لله، مبسوط انك 12 سنه. يا عم عادي يعني. طب معانا لحد ما نكبر. ايه؟ معانا لحد ما نكبر. طب يا يوسف، لو في واحده جت اتقدمت لك يا يوسف، هيبقى ايه موقفك؟ لا طبعا، اصل ده ايه القرف ده؟ القرف ده يخرب بيتك، انت لحقت جبت تتقرف يا ابني من كام سنه دول؟ لو اكل ماشي تمام يعني. ماشي يا يوسف، شرفتنا يا يوسف، انا ومجد والكراش. تعالوا نسمع اغنيه كده لطيفه نظبط بيها الدنيا شويه. الاغاني اللي انا بحبها اللي فيها فن. شكرا جدا يا جماعه، مبسوط جدا والله العظيم النهارده بالحلقه. انا بعتذر جدا لكل الناس اللي مزعلانه من موضوع ان هم ما كسبوش اللقب النهارده، بس المره الجايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.